10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تأهيل المعلمين الجدد في الإقليم الأوسط. توسيع خدمات مواصلات شركة حارات في إقليم جنوب البحر الأحمر. المجلس العسكري الحاكم في مالي يقرر طرد السفير الفرنسي من البلاد. مصرع 11 شخص بالإكوادور بسبب انهيارات أرضية لفيضانات كيتو. استمرار عمليات البحث عن طاقم طائرة مقاتلة مفقودة في بحر اليابان. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والجنوبي والقاش بركة أظهرت إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 12 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي في قحوتة وميتمناي، ومصابون قادمون من إمنحيلي وعد قيح ومندفر ومصوع وكرن، و5 إصابات في إقليم عنسبة، 4 منها في هابورو، و1 في عتكليزان، و5 إصابات في الإقليم الجنوبي، 3 في صنعافة، و1 في كل من مندفر وعد قيح، وإصابة 1 في بارونتو بإقليم القاش بركة. في غضون ذلك شفي 49 مريض كورونا، 26 من الإقليم الأوسط و21 من الإقليم الجنوبي و2 من إقليم القاش بركة. وتوفي مريض كورونا يبلغ من العمر 78 عاما من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9559، شفي منهم 9265، وتوفي 99 مريضا، فيما لا يزال 195 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة الأول من فبراير 2022. بدأ مكتب التعليم في الإقليم الأوسط اليوم الأول من فبراير في أسمرة دورة تدريبية للمعلمين الجدد الذين تم توظيفهم في السنة الدراسية 2021-2022، ويتضمن التدريب الذي يستمر حتى 5 من فبراير، ويشارك فيه حوالي 1200 معلم التخطيط وأساليب التدريس وإدارة الفصل الدراسي وتقييم الطالب. وقال مسؤول الدراسات وتنمية القدرات البشرية في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ ماتيوس سبهات الأب إن 97% من المشاركين في التدريب معلمات، موضحاً بأن مهنة التعليم تحتاج إلى التدريب والتأهيل الطويل، وعلى المتدربين تطوير قدراتهم باكتساب التجارب والخبرات من قدام المعلمين. وذكر بأن على الدورات التدريبية المقدمة في 5 نقاط تدريب يشرف عليها قدام المعلمين، وعلما بأن المشاركين في الدورة التدريبية حاصلين على شهادة المرحلة الثانوية وما فوقها. وسعت شركة حارات للمواصلات العامة خدماتها في إقليم جنوب البحر الأحمر بفتح خطوط جديدة. وأفاد مراسل إيرينا أن الخط الجديد الذي فتحته الشركة من عصب إلى دبايسيما خلق الارتياح لدى السكان، وأشار السكان إلى معاناتهم السابقة للسفر من دبايسيما بالشاحنات التي لم تتوفر في الحاجة، ويحصلون حاليا على خدمات المواصلات بأسعار مناسبة من شركة حارات. وقال مسؤول شركة حارات للمواصلات العامة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد رشيد محمد إن حصول المواطن على خدمات المواصلات بأسعار مناسبة من أهم أهداف الشركة. وذكر القيام بالدراسة اللازمة لبدء خدمات المواصلات من عصب إلى وادي قريباً.
قدم مكتب برنامج الادخار والقروض المصقرة في الإقليم الجنوبي قروضا بأكثر من 22 مليون و200 ألف نقفة في 12 مديرية في الإقليم العام الماضي، وجمع مبلغ 17 مليون نقفة من المقترضين. وأوضح مسؤول المكتب السيد ترفي جبري يوهانس التقرير الذي قدمه في التقييم الذي جرى في مدينة مندفرة تقديم القروض من 129 بنكا ريفيا في 160 ضاحية و661 قرية، وكانت نسبة المرأة 63% من المقترضين، وتخصيص القروض في النشاط الزراعي والتجاري وقليل للعاملين في المؤسسات الحكومية. وأوضح مدير برنامج الادخار والقروض المصقرة بالإنابة السيد تافلا أسموروم أن الاستفادة الجيدة من القروض وتوظيفها في الأعمال يساعد لتحسين الحياة المعيشية، داعيا الشركاء وخاصة الإدارات للتعاون للدفع بأنشطة البرنامج وتوسيعه. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابت أبتس فاطيون في ختام الاجتماع إن على برنامج الادخار والقروض المصقرة مول اتخاذ خطوات مشجعة للاستفادة المرأة من القروض، مشيرا إلى وجود قرى لم يصلها البرنامج نتيجة السعة والكثافة السكانية، داعيا خلق الأرضية لإيصال الفرصة للجميع بتوسيع انتشار البنوك الريفية. جرت في مديريتي ميمنة وأمن حيلي في الإقليم الجنوبي انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في الفترة من 18 وحتى 28 من يناير المنصرم. وجرت انتخابات إدارات الضواحي في جميع ضواحي مديرية ميمنة 17، بينما نفذت الانتخابات في 8 ضواحي في مديرية أمن حيلي. وأوضح مدير مديرية ميمنة المقدم أبراهام هيلي ومديرة مديرية منحيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو أن أنشطة التوعية المسبقة ساعدت لإنجاح الانتخابات. وأكد المدراء ولجان القرى المنتخبون على استعدادهم لخدمة الشعب. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. أعلن التلفزيون الرسمي المالي أن المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد الأفريقي قرر طرد السفير الفرنسي في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم باريس. وتلا التلفزيون الرسمي بيانا جاء فيه أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل مير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه تم اختاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة. وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات معادية لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا. ويمثل هذا الاستدعاء تصعيدا جديدا للتوتر بين مالي وفرنسا، القوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريا في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد الذي يقرق منذ عام 2012 أزمة أمنية وسياسية عميقة. أكد عمدة كيتو بالإكوادور سانتياغو جوارديرس أن عدد القتلى وصل إلى 11 شخص بسبب الانهيارات الأرضية والأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضان، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة الطبيعية خلفت ما لا يقل عن 15 إصابة وانهيار 8 مباني وتدمير سقف ملعب رياضي. وأشارت قناة تيلي سور الفنزويلية إلى أن الفيضان الذي حدث تسبب في حدوث وحل وحطام وأدى إلى انزلاق السيارات التي كانت متوقفة على الطرق وخاصة في الشارع هامبرتو البونوزا. وأشارت خدمة الطوارئ في الإكوادور إلى وجود عدد من الجرحى لم يتم تحديدهم بعد، لأن الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً
يصعب على رجال الإنقاذ بسبب حجم الحطام. وأبلغت خدمة الطوارئ عن إغلاق العديد من الطرق بما في ذلك الطرق الرئيسية، مع حث السائقين على القيادة بحذر في المناطق المحيطة بالمناطق المتضررة نتيجة الانهيارات الأرضية. استمرت عمليات البحث بعد اختفاء طائرة مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية من على الرادار فوق بحر اليابان، وكان على متنها طاقم مكون من شخصين. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن قوات الدفاع الذاتي الجوية ونظيرتها البحرية وخفر السواحل حشدت طائرات بحث وطائرات هليكوبتر وسفن قبالة قاعدة كوماتاسو الجوية في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان. وقال وزير الدفاع نوبو كيشي إن الضابط الأعلى في القوات الجوية تلقى تعليمات بضمان فحص الطائرات بدقة قبل وبعد جميع الرحلات الجوية. وتم رصد أجزاء من المقاتلة ومعدات الإنقاذ وهي تطفو على بعد حوالي 5 كيلومترات من قاعدة كوماتاسو، بينما أعلنت قوات الدفاع الجوية بأن تلك الأجزاء تنتمي إلى الطائرة المفقودة التي كانت في طريقها للتدريب مع 3 طائرات مقاتلة أخرى عندما اختفت من على الرادار. تلقت 6 كليات وجامعات على الأقل في الولايات المتحدة تهديدات بوجود قنابل، مما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي وبدء تحقيقات الشرطة. وورد أن جامعة بوي ستيت والجامعة الجنوبية وجامعة بيثون كوكمان وجامعة ألباني الحكومية وجامعة هوارد وجامعة ولاية ديلاوير تلقت جميعها تهديدات بالقنابل وفقا لشبكة CBS. وتلقت جامعة هوارد في واشنطن العاصمة تهديدا بوجود قنبلة وفقا لتحذير أمني أرسلته الجامعة وتحقق الشرطة في المنطقة المحيطة بمبنى الإدارة. وأكد متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة أنه تم تطهير المكان ولم يتم العثور على مواد خطرة، ومع ذلك لا تزال الجامعات الأخرى في حالة إغلاق بسبب التهديدات. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تأهيل المعلمين الجدد في الإقليم الأوسط. توسيع خدمات مواصلات حارات في إقليم جنوب البحر الأحمر. المجلس العسكري الحاكم في مالي يقرر طرد السفير الفرنسي من البلاد. مصرع 11 شخصاً بالإكوادور بسبب انهيارات أرضية لفيضانات كيتو. استمرار عمليات البحث عن طاقم طائرة مقاتلة مفقودة في بحر اليابان. نهاية النشرة، كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني. إلى اللقاء.